اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واهلا بيكم في فيديو جديد وشقه جديده. وشقتنا النهارده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، شقه رائعه التفاصيل. شقه النهارده في التجمع، حلوه جدا جدا. دعوه حلوه من قلوبنا لاصحاب البيت، ربنا يسعدهم ويهنيهم اللهم امين. حطينا لايك اول ما حضراتكم، لو اول ما نبدا الفيديو، لو اول مره يشوفنا في القناه يا ريت تشترك معنا. كل فيديو فيه افكار للترتيب والتنظيم وللديكور والالوان والتفاصيل. لو عروسه بتجهزي او ست بيت بتجددي بيتك، اكيد كل فيديو هتخرجوا منه بفكره. بصوا كده مدخل البيت، مدخل الشقه اللهم بارك. الجبسون بورد والالوان، طبعا الشقه دي تصميم الشركه الهندسيه الرائعه اللي دايما بقول إن دي من افضل الشركات اللي في مصر بتصمم آه، بيوت او بتفرش. وبصراحه بيعملوا عظمه في كل شقه بيقدموها لنا. ارت ديزاين. لو عايزين لينك الصفحه هسيب لكم في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت، اكتبوا لي في الكومنتات. شايفين بقى جمال السفره والتفاصيل. السجاد، الشركه الهندسيه بتستلم من حضرتك الشقه على الطوب الاحمر، تعمل محاره، دهانات، جبسن بورد، سباكه، تاسيس صحي، موبيليا، ديكور، اكسسوارز، ادوات كهربائيه، مطبخ، فرش، ستاير، نجف، كل حاجه حضرتك بتستلم الشقه بالطريقه دي. بص هنا ركنه مودرن قمر، بصوا درجات الجري، دخول الستانلس مع الموبيليا بيدي عظمه. دايما الحاجه المعدن لما بتدخل مع اي اساس بتنقل الاساس في حته تانية خالص. طبعا مساحه الصاله سامحه ان في السفره وفي الانتريه. هنا البلكونه، بصوا بقى كمان الفيو، بيهتموا بالبلكونة، بيهتموا بوجود زرع، كل تفاصيل هما بيهتموا بيها. ادي البلكونة. لايكات كتير لفيديو النهاردة لان حقيقي من اجمل الشقق اللي في الفترة الحالية بنقدمها. بصوا تفاصيل الركنة، الكوشنز بدرجة الجولد مع رجلين الركنة مع الترابيزة من تحت. كمان درجة الجبسون بورد فيها سيلفر فوق في السقف. بصوا الإضاءة والتفاصيل اللي في السقف. بصوا المكتبة دي تحفة اها. هنا بقى فاصل بيفصل اوض النوم. بصوا ده مدخل الشقة، بصوا الجمال. شايفين كده ده شكل الريسبشن. دايما لما بجيب السجادة بتاع السفرة لازم تكون مغطية الجزء كله تحت السفرة بالكراسي. هنا بقى المطبخ، بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هما كمان بيجيبوا الأدوات الكهربائية، البوتاجاز، غسالة الأطباق، كل التفاصيل دي. يعني المتر شامل كل حاجة، بيحسب لك بالمتر بقى حسب دلوقتي. طبعا ما اقدرش اقول سعر ان الاسعار اختلفت خالص في الفترة دي. هما بيفتحوا التعاقد 4 مرات في السنة وبيقفلوا تاني. بيفتحوا يعني ممكن يفتحوا مرة استثنائية لعميل يكون عندهم قديم. بصوا بقى جمال المطبخ والتفاصيل اللي فيه. دايما بيعمل لك مطبخ مختلف، أوضة نوم مختلفة حسب المساحة اللي عندك، فانت بتحسي ان شقتك مش زي اي شقة، سواء كان في اساس او في ديكور. كل التفاصيل بتبقى مختلفة لان بيعمل كل حاجة بمقاساتها. الابواب الازاز الملونة اللي بيعملها فواصل زي البارتيشنات دي بتبقى رائعة. بصوا هنا الأوضة دي حلوة قوي. 3 سراير، دي أوضة أطفال بشكل مختلف، وده اللي بيعجبني إن هي تدي أطفال. مجرد بس الدبدوب ده بتشال بتبقى أوضة شبابية. وأنا بفضل إنك لو بتصممي الأوضة بتاعتك من الأول اعمليها شبابية بالطريقة دي، لأن الولاد ما شاء الله بيكبروا بسرعة وبيزهقوا من فكرة الدباديب والحاجات الرسومات اللي بتبقى على السراير أو على الحيطان أو على الدولاب. فهنا طبعا رائع. السرير خلي بالنا متنجد. بصوا كمان الجمال اللي في الظهر هنا، داخل فيه شرح ستانلس مع الإضاءة. الإضاءات الليد يا بنات بتدي عظمة في أي مكان، سواء كان في بيت ستارة، سواء كان في المطبخ، سواء كان تحت السرير زي ما احنا شايفين كده. مش غالية لكن بتنقل المكان لحتة تانية خالص. بصوا هنا ده أول حمام، حمام مختلف مبهج. يعني معظم الحمامات اللي كنا بنشوفها تبقى باللون الأسود. بصوا درجات السيراميك الملونة مبهجة، والحمام نفسه كمان كله باللون الأبيض مع الحوض بس أسود رخامي. فحلو قوي ألوان الحمام. بيعجبني فيهم دايما الستاير البراءة، بتبقى سيمبل قوي من غير شغل كتير بصراحة. لما هعمل براءة أو ستاير يفضل الشيفون والحاجات اللي شغلها قليل. بلاش البراءة القديمة والتقيلة، صعبة جدا ومهلكة في التنظيف وكمان عادة مكلفة جدا ماديا. بصوا هنا الجزء بتاع ركن القمر دي مع الطابلون اللي ورا.
البساطة والتفاصيل الحلوة جدا. ده ليفينج اهو، شوفين السجارة وجمالها، مفيش ابسط ولا اجمل من كده. درجات الكافيه، خرجنا شوية هنا على الرمادي، الاضاءات اللي في الطرقة والاباليك، كل التفاصيل دي هو بيهتم جدا بيها. نخرج بقى من الجزء ده وندخل في مكان تاني. ايه رأي حضراتكم في الشقة بتاع النهاردة؟ ويا ريت تكتبوا لي كل حد بيتابعني منين. وشكرا للناس الجميلة اللي بتعلق وبتدعم الفيديوهات. بصوا ده حمام تاني اهو، تصميم مختلف، يعني هو بيعمل اكتر من حمام في الشقة طبعا، خاصة والمساحات كبيرة، بس كل حمام لوحة فنية مختلفة عن التاني. لو لاحظنا ان الحمام ده مساحته صغيرة، بص شكل الحوض، شكل التفاصيل بتاع الحمام، يعني مستغلة صح جدا من غير ما تحسي ان انت حاسة ان الحمام بتاعك صغنن. ده الدريسنج، هنا احنا بنتكلم على الأوضة الماستر. ندخل بقى، دايما هو بيحاول يكون في دريسنج في حمام مستقل في الأوضة الماستر، بيدي طبعا إحساس بالخصوصية مختلف. بصوا أداة الدولاب جواه التسريحة، بصوا جمال الستاير والبراءة. هنا دي أوضة قبل الأوضة دي يعتبر ممكن ما تعتبرش أوضة ماستر، هنشوف أوضة تانية، بس بصوا الجمال بتاعها، تفاصيلها حلوة جدا. شايفين دي فكرة حلوة جدا اللي عاوز يعمل براءة أو ستاير مش مكلفة وفي نفس الوقت تدي شكل حلو. بصوا برضو النجف مودرن قوي، بلاش النجف الكلاسيكي بقى إلا لو صالون كلاسيكي أو ستيل أو غير كده، لا بلاش خالص فكرة النجف القديم التقيلة اللي فيها شغل كتير أو نحاس، إلا لو في حد من عشاق ده يحطه في عفش كلاسيكي أو عفش أو الشغل الستيل بصفة عامة. اما المودرن يبقى كده كل تفاصيله تكون مودرن، حتى الاكسسوارز يبقى فيه مودرن. بصوا هنا دي الاوضه الماستر، بصوا بقى ركزوا في جمال التفاصيل. هنا كمان في حمام في الاوضه الماستر، خلي بالنا الاوضه التانية هي زي اوضه ماستر بس مش بالشكل دي، يعني ممكن تكون اوضه منفرده بحمام بدريسنج بس. بصوا هنا التفاصيل القمر حرفيا. بصوا بقى جمال الاوضه هنا والتفاصيل اللي في الحوض، السيراميك، كل التفاصيل فيها رائعه، معموله بفن رائع. بصوا الجزء بتاع الكابينة الشاور، حتى الكابينة نفسها بالشكل الازاز اللي فيها حلو قوي، الرسومات اللي عليه رائعة. هندخل هنا بقى، شوف بقى، بصوا فكرة الدريسنج جوه برضو التسريحة بإضاءة ليد كده. دايما الدريسنج المقفول دلوقتي بقى أفضل، بقى ترندي أكتر من الدريسنج المفتوح، وباللون الفويدي أكتر كمان من اللون الأبيض. هنا بقى دريسنج تاني أكبر، بصوا يعني في دريسنج جنب الحمام، ده دريسنج تاني أكبر. بصوا جواه شاشة، جواه أرفف، وحدة أرفف، إيه، رائع، حلو جدا تصميم الأوضة هنا. اه اتمنى فيديو النهارده يكون نال اعجاب حضراتكم واستفدتوا منه، ولو بفكره ما تنسوش دعمكم للقناه بلايك وكومنت وسبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، شقه جديده، مشاهده ممتعه لحضراتكم باذن الله، ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.